اقعد يا جلال. زين العطار ما يتلويش دراعه. معلش يا حاج، الظاهر ان جلال بقى ينسى ومحتاج حد يفكره. ما يبقاش الكلام كده يا سليم، نتكلم بالعقل. مين هيبدأ الكلام يا زين؟ اللي عاوز يتكلم يتكلم. أنا عايز أتكلم أنا، بس بشرط موافقة الإخوة طبعا. واضح إن مفيش حد عنده اعتراض. أنت صغرتنا يا زين، طول عمرك نمرة واحد في السوق، وأنت اللي بتدخل البضاعة مصر عن طريق الصعيد، وأنا نمرة 2 بدخل البضاعة عن طريق أهلي في مطروح، وجلال مظبط الإعلام بقنواته، وسيف مظبط الحكومة، ومتولي كان مظبط التوزيع على التجار الصغيرين. بس انت اللي اتغيرت وعايز السوق لنفسك، ومنعتنا من اي شغل يجيب مكسب زيادة. كلامك كله مظبوط لغاية لما قلت بس. أولا أنا ما اتغيرتش. ثانيا لو كنت عاوز السوق لنفسي كنت عملت كده ومن زمان كمان. بس أنا ما بغيرش اتفاقاتي، والاتفاق سيف على رقاب الكل وأولهم أنا. أنتوا اللي طمعتوا وخنتوا الاتفاق. محدش كان عايز ده يحصل. متولي يستاهل الحكم اللي انت حكمت بيه عليه، ومحدش غلطك، وجلال جاي لك بنفسه اهو، وهيقبل اي حكم ايا كان. بس كلنا مش موافقين نرجع زي الاول. انت الكبير وعلى راسنا من فوق، لكن الكبير بيكبر على قد اللي حواليه ما يبقوا كبار. كلكم كبار يا هاشم، طول ما انتوا لابسين التوب اللي على مقاسكم. ومين اختار لنا التوب اللي على مقاسنا يا زين؟ خلاص بقى يا هاشم بيه، سيب الحاج زين يتكلم، وزي ما اتعلمنا وقروا كبيركم. اتكلم يا حاج زين، اتكلم. احنا كلنا جايين النهارده عشان نسمع سعادتك. شريف اخويا الله يرحمه فداني بحياته في نفس اليوم اللي انا قعدته فيه مكاني، يعني بقى الكبير. وانتوا عارفين لما الكبير ينضرب يعني الحرب تقوم، وانا اكتفيت بمتولي بس. العرف اللي كنا ماشيين عليه ان السلاح للي عاوز يلعب بيه، واحنا ملناش في اللعب ده. القوانين اتحطت ومشينا عليها. انتوا اللي خرجتوا على العرف وكسرتوا القانون. عشان كده انا حطيت قوانين جديده والكل هيمشي عليها. ولازمته ايه الكلام ده يا زينب؟ لازمته يا اخوي انك مالكش كلمه مسموعه، مخليهم حاسين ان وجودك زي عدمه. لازمته ان زين طردنا وهجرنا كلنا على هناه، وهو قاعد يدبر ويجرر ويبعت لنا في اوامر. زين طول عمره بيعمل كده، ايه جديد يعني؟ لا، في جديد يا اخوي. المره دي اوامره هتصغرنا كلتنا طول العمر. عيب الكلام ده يا زينب دلوك. يا اخوي ما عيب الا العيب. خليك كده، اقعد قول طيب وحاضر وعامل فيها الغلبان لحد ما تلاقي صالح ولا حازم جاي يقعد مكانك هنا ويطلعك من العموديه خالص ويقعدك على المعاش كمان. زين هو اللي قعدني على كرسي العموديه، وكلمته سيف على رقبتي، وده كان عهد مع ابونا. وايه رايك بقى يا بتاع العهد انت بعد ما زين يموت لا قدر الله، يعني العمر الطويل ليه، وتلقى حته عيل من دور عيالنا زي زكريا كده كلمته تمشي على رقبتك زي السيف، ساعتها هتعمل ايه؟ ومن الساعة دي مفيش رجل غريبة هتدخل السوق إلا بعلم الكل وعن طريق أنا. وأنت يا جلال العمليتين اللي جايين هتطلع فلوسهم صدقة على روح المرحوم شريف. مش كتير يا حاج زين. كتير عليك ولا على روح شريف العطار يا جلال؟ اعتبر إنك فديت بيهم رقبة ابنك. انت كده بتخنق السوق يا حاج زين، بتصعبها. يسروا ولا تعسروا. القوانين هتمشي على الكل وأولهم أنا. ماشي يا حاج، بس كده يبقى ناقص حاجة صغيرة. السلاح الممنوع يتفك الحظر عليه. ايوه كده يا حاج، السوق يفتح شوية وزي ما بيقولوا الخير يعم على الكل بإذن الله. ماشي نفكر فيها. كنا عايزين نعرف كمان مين اللي هيوزع السلاح على التجار الصغيرين مكان متولي. اصلا انا عندي واحد ضمه برقبتي، يحيى العطار.
اكيد انت كمان ضمه. كان في طقم جنط بعته للوسطى سيد. اسمع بس، بلا سيد بلا جنط، الشغل يفضل زي ما هو، فلوس تتلم كل يوم من الموقف عادي، الكارته ما تزيدش، سواقين غلابه والحال واقف. كلنا غلابه يا ريس. العربيه اللي تيجي تتفور وقتي. مش كنت تاخدنا معاك يا ريس في المصلحه دي؟ على الاقل تنتشلنا من الحاره والفقر والجهل اللي احنا فيه ده. اتسدرت يا معلم. سي يا اخويا، ديرتي رديئه. ماشي يا حبيبي، مصلحه سريعه، انا اعملها على السخان وارد بسرعه. وبعدين يا حليتها، انت لو سبت الحاره ومشيت الكوم ورجالته يغبوا عليها من تاني يوم. لا اسمح لي بقى يا معلم، سوري، كومي مين وشايب مين اللي يغب وتمانية موجود. ايه يا دي الحلاوه دي والشقاوه دي؟ بأمارة ايه اقعد بقى، بطل هري. ما بتكلمش معاك بس على يا فكرة. حبيبي، بس يا طول ما انا مش موجود تيكا هو الرئيس، كلمته من كلمتي. امين. صباعك يتخبط في سن الكومودين وما تلقى. ولا امين. امين. اي حاجه تحصل تلغيني اول باول. انا عينيا. خد ام السعد. نعم يا استاذ يحيى. خلي دول معاكي، وتيكا ابعت لك اللي فيه نصيب كل كام يوم. الله يكرمك ويسعدك ويحقق لك كل اللي بتتمناه. اصيله يا معلم. ما تنساش يا تيكا الحسنه اللي بتطلع في كل عمليه عشان ربنا يبارك لنا. عينيا. تفتكر ربنا يبارك لنا تيكا؟ هيبارك لنا يا معلم عشان النية صافية. الو يا عبير، في ايه يا عبير؟ انا افضل مستنيكي طول النهار. هستناكي في البيت، يلا ما تاخريش. ايه اللي في دماغك يا حاج؟ انا من امتى بقول لك على اللي في دماغي يا فتحي؟ لا كده انا ممكن ازعل. مش لايق عليك، انت الوحيد اللي لو زعلت هتموت. ربنا يديم عليا البهجه وطهاره القلب. القعده اللي حصلت مع الرجاله دي مش هتخلص على كده. هاشم في دماغه حاجه بيدبرها. الراي يقب ويغطس جوه دماغ هاشم ويجيب المطلوب. ابويا طلع السلامه يا ابويا. الله يسلمك. دل على السلامة. وحشتني يا ابويا. السلامة يا شيخ. دل على السلامة. تعالى. الحمد لله على السلامه. على مهلك على مهلك. على مهلك يا ابو. كيف يا ولد؟ امسك يا ابويا. سيبوا الشيخ يرتاح، سيبوا الشيخ يرتاح وبعدين يبقوا سلم عليه زي ما انتوا عايزين. الشيخ تعبان. سيبهم يا سميح. تفتكر ايه اللي قومني من رقدتي غير اني اشوف؟ قلقتني عليك يا راجل يا طيب. هو اللي عنده رجاله زيك وبتقلق عليها برضه يا حسن؟ على فكره انت كنت السبب في تاجيل ساعتي شويه. شكرا يا حسن. وهو مفيش شكرا للناس اللي كانت هتموت عشان خاطر الدار. ايه اللي بتقوله ده يا عمار؟ فضل وقفنا صف وشكرنا واحد واحد ولا ايه؟ شكرا يا عمار. أنا داخل ارتاح. انا اللي مستغرب له ان انا الوحيد اللي ما شكروش. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ بس يلا امير. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني خلاص ما بقاش في امل ان احنا نخلف يا زكريا؟ الامل دايما موجود. انا عارف انك مستحمله حاجه مالكيش ذنب فيها. مش يمكن ربنا بيعوضنا بالبنت دي. انا مش معترضه يا حبيبي طالما انت عايز كده، بس انا حتى ما اعرفش اسمها ايه. هنعرف نعرف اسمها وفصلها وحكايتها. بنت دي شافت ليلة هتفضل طول حياتها تحلم بكوابيس بسببها. اسأليني أنا، معرفش ليه أول ما شفتها كده شدتني. يا حبيبي انا عارفه انك نفسك تخلف بسرعه، معلش. ربنا يعوضنا خير، هيعوضنا خير. طب انتي هتفضلي سرحانه كده كتير؟ كلمتيني ليه طيب؟ انا لا سرحانه ولا حاجه، بس بصراحه بقى نفسي اتكلم